اي حد شاف مسلسل بلاك ميرور عارف ان المسلسل مختلف، مش شرط يكون شاف المسلسل كله، لو شاف حلقة واحدة بس هيعرف ان المسلسل مختلف، وده بسبب الجنون اللي فيه. المسلسل مش مسلسل كوميرشال هتشوف كذا حلقة منه وخلاص، او مسلسل مثلا من الافكار التقليدية اللي بنشوفها، لا المسلسل ده بيتكلم عن افكار اول مرة هتشوفها في حياتك، وهتقعد تفكر كل شوية الناس دي كانت بتفكر في ايه وهي بتعمل مسلسل زي ده. كل بلوت تويست في المسلسل انت هتقول ايه ده، عملوا الفكره دي ازاي؟ فاللي ما شافش المسلسل وعايز يعرف مسلسل بلاك ميرور ده بيتكلم عن ايه اصلا هنعرف دلوقتي. المسلسل كده بشكل بسيط انت ممكن تعرف افكاره من اسمه بلاك ميرور، يعني المرايه السوداء. تخيل بقى مسلسل اسمه المرايه السوداء، يعني بيعكس لك اللي بيشوفه بس ما بيعكسلكش الحاضر ولا الماضي، لا بيعكس لك المستقبل، وده اللي بيوريه لك المسلسل. عايز يعرفك قد ايه التطور ممكن يودينا في داهيه حرفيا، وقد ايه التكنولوجيا ممكن تاثر على الانسان بعد كده، ومش التكنولوجيا مثلا اللي بعد 100 سنه ولا 200 سنه، لا 5 10 15 سنه، وده طبعا بعد اللي بنشوفه من الاي اي والحاجات اللي بتحصل اليومين دول. Truly heartwarming. How long can happiness realistically last anyhow? المسلسل ده اول موسم له كان سنه 2011. تخيل 2011 وفي حاجات اتحققت اصلا منه دلوقتي، ولو شفت اول موسم او تاني موسم في حلقات انت شفتها الاي اي فعلا بيعمل الحاجات اللي اتقالت دي، وحاجات فعلا تخوف. والمسلسل ده كل حلقاته حلقات منفصله، يعني كل حلقه لها قصه مختلفه وممثلين مختلفين وتطور وتكنولوجيا جديده، فانت ممكن تشوف اي حلقه من وسط اي سيزون عادي، يعني ممكن تشوف الحلقه الثالثه من السيزون الثالث او الحلقه الاولى من السيزون الثاني، ده مش هيأثر عليك في تجربه المشاهده. ودلوقتي هرشح لك كام حلقه كده من اكتر الحاجات اللي عجبوني قبل ما ندخل بقى في مراجعه الموسم السادس. ودلوقتي هرشح لك كام حلقه كده من اكتر الحلقات اللي عجبوني في المسلسل ده. عندك مثلا بلاك ميوزيوم من احلى الحلقات والبلوت تويست اللي انت ممكن تشوفها، وعندك كمان حلقه وايت كريسماس ودي من اكتر الحلقات المرعبه في السيزون كله، وعندك ذا انتري هيستوري اوف يو ودي بقى الحلقه واقعيه زياده عن اللزوم وهتخليك كده تفتح افكارك في حاجات انت عمرك ما كنت هتتخيلها. وكمان حلقه شات اب اند دانس ودي من اكتر الحلقات اللي انت اصلا ممكن تكون شفتها واقعيا، ودي لعبه كده شبه لعبه الحوت الازرق اللي جت في فتره كده انتشرت بين المراهقين، واللي انتشرت في مصر برضو، وقال لك دي بتبعت لك اوامر وبتخليك تنفذها و لحد ما الموضوع يوصل للانتحار او انك تقتل حد او انك تقتل مثلا حيوان، حاجات من دي يعني. ودول من اكتر الحلقات اللي انا برجع اشوفهم مره واتنين من حلاوتهم، والله اي حد يشوف الحلقات دي لازم يشوفهم تاني. So you recently logged your first kill. Huh? And how did that? ودلوقتي هتكلم على الموسم السادس من بلاك ميرور. بالنسبه لي الموسم السادس مش هو مثلا اعظم موسم في المسلسل كله ولا هو اقل، لا المسلسل او السيزون ده يعني مستوى متوسط شويه، لا هو عالي قوي ولا هو واطي قوي، يعني الموسم السادس بالنسبه للمسلسل كله يعني 6 7 من 10. ودلوقتي هنتكلم عن حلقات الموسم السادس باستفاضه شويه. جون از اوفول ودي الحلقه الاولى من الموسم السادس، وبتتكلم عن بنت اسمها جون شغاله في شركه وبتروح البيت تلاقي حياتها كلها معموله مسلسل، مش بس حياتها القديمه لا حياتها اللي بتعيشها في الوقت الحالي، وكل ده بيتعرض على منصه زي نتفليكس كده. ودي من احلى الحلقات اللي انت ممكن تشوفها، وفيها سلمى حايج وفيها نجوم كتير يعني، والحلقه هتخليك تقول هو ده فعلا ممكن يحصل؟ هل ده ممكن يحصل في الحقيقه؟ حاجه كده زي اما تكون دخلت لعبه او واقع افتراضي بيحصل لك وانت عايش وبتشوفه قدام عينك، في حلقه غريبه شويه. وبالنسبه لي الحلقه دي 7.5 من 10. Salma Hayek? Bingo. How's the coffee? Dog shit. I did not say that like that. This is an adaptation of Joan's life. Can everybody that has ودلوقتي ندخل على الحلقه الثانيه. الحلقه الثانيه قلت شويه في الجوده عن الحلقه الاولى. لوش هنري برضو من الحلقات الحلوه بس مش من اعظم الحلقات في السيزون ده، ودي بتتكلم عن شاب بيحب التصوير والاخراج وعايز يعمل كده حاجه معينه في دماغه، ووقت ما كان بيعمل الاخراج بتاعه او المسلسل القصير بتاعه بيحصل صدفه بتغير كل حاجه، بتقابلهم كده حاجه معينه او اشاره معينه بتخليهم يعملوا فيلم قصير عن قاتل متسلسل كان موجود في القريه اللي هو عايش فيها. وعشان مش عايز احرق لك حاجه هي حلقه حلوه وانصحك تشوفها برضه. Guy had been abducting people. So that's what your documentary's about? The details are so awful, it is irresistible. I love it. وندخل بقى على الحلقه الثالثه، وبالنسبه لي دي الحلقه التوب في السيزون ده، بيوند ذا سي، ودي مش من احلى الحلقات في السيزون ده بس، ده من احلى الحلقات في المسلسل كله. ودي احداثها بتحصل في الستينات عن 2 رواد فضاء في مهمه فضائيه
بس معمول ليهم نسخ بشريه كده موجوده على الارض، وبطريقه معينه بيبقى جسمهم في الفضاء بس هم على الارض، الواقع بتاعهم في الارض. والصدمه في الحلقه دي كانت رهيبه بجد، والنهايه كانت صدمه جدا جدا. اللي هو بجد ده حصل؟ ونهايه الحلقه دي هي اعظم حاجه فيه. ايه ده، هو بجد ده حصل؟ هو انت اللي انا بشوفه ده حقيقي؟ وفعلا انت هتعمل كده اول ما اشوف النهايه، او اول ما اشوف تسلسل النهايه عموما. وبالنسبه لي دي من احلى حلقات بلاك ميرور، مش بس السيزون ده. وبعد الحلقه دي المسلسل رتمه بيهدى شويه، يعني الحلقه الرابعه والحلقه الخامسه مش قد كده بصراحه. ولو هقيم مثلا الحلقه الثالثه دي ممكن اديها 9.5 من 10 من كتر ما هي عجبتني بصراحه. وزي ما قلنا بعد الحلقه الثالثه الريتم بيهدى شويه، يعني الحلقه الرابعه والخامسه مش بقوه الحلقه الثالثه ولا الثانيه ولا حتى الاولى، الريتم بيهدى شويه. والحلقه الرابعه باختصار عن بنت مصوره بتحصل لها حاجه معينه بتخليها تبطل تصوير خالص، بس بترجع تاني عشان صوره معينه لو خدتها هتحل لها كل مشاكلها، وده بسبب المقابل المالي اللي هتاخده قصاد الصوره دي. والصوره دي او العرض ده انها تصور ممثله طالع عليها شويه اشاعات كده والكلام عليها كتير، فاي صوره ليها بتاخد مبلغ محترم. والحلقه دي كانت ماشيه عادي جدا وكانت حلوه جدا في نصها الاول، لحد ما بيحصل حاجه كده تحس ان انت بقيت في فيلم هندي على طول، ما يتصدقش يعني. وده قلل من جوده الحلقه كتير. وبالنسبه لي الحلقه دي ممكن اديها 5 من 10، بس مش من الحلقات المفضله بالنسبه لي في الموسم ده. It's all anyone can talk about. وندخل بقى عن الحلقه الخامسه اللي بالنسبه لي فيلم هندي، فيلم هندي حرفيا. والحلقه دي من كتر ما هي هندي اوفر او زياده عن اللزوم، البطله بتاعتها ممثله هنديه بتشتغل في محل عادي جدا، محل ملابس واحذيه، وفجاه بيطلع لها شيطان بالظبط كده، بيطلع لها شيطان عادي جدا. وبطريقه معينه كده الشيطان بيوصل لها انها لازم مش بس تقتل واحد، ده بيقول لها لازم كل يوم تقتلي حد، ولو ما عملتش كده العالم هينتهي. تحس ان هم جابوها هنديه عشان الحلقه عباره عن فيلم، حلقه غريبه واحداثها غريبه. تحس ان الحلقه دي مش في الموسم ده، لا تحسها جايبين كده الحلقه دي حاطينها كده اللي هو هنكمل بيها السيزون وخلاص. وبالنسبه لي دي من اقل الحلقات في السيزون ككل، بس هي بتبين شويه سوء النفس البشريه، هتحسها كده في نص الحلقه. I'm a crazy person. You're not crazy. I'm a murderer. Yeah, but you're crazy one. ولو هقيم الحلقه دي ممكن اديها 4 او 4.5 من 10، وده احتراما بس الفكره اللي هم كانوا عايزين يوصلوا. مسلسل بلاك ميرور واحد من المسلسلات اللي انت مش متعود تشوف حاجات زيها، مسلسل مختلف وكل حلقه من الحلقات دي مختلفه. في حلقات كتير ممكن ما تعجبكش، بس عموما المسلسل حلو جدا جدا، والحلقات اللي انا رشحتها لك في الاول والموسم ده حلوين جدا. ولو انت وصلت لحد هنا في الحلقه يبقى انت جامد. وما تنساش تقول لي في الكومنتات ايه احسن حلقه بتحبها في بلاك ميرور، وقول لي لو حابب نتكلم عن مسلسلات قصيره تاني من النوعيه دي، نتكلم عن المسلسل ككل وعن حلقه كده ندردش وبس كده. لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصيه على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل اللينكات تحت في الديسكربشن. وسلام.